انا جاي دلوقتي اكلمك عن اهم منحه لطلاب الثانويه العامه تدخل بيها كليه محترمه، ومش عايزك تشيل هم المصروفات خالص لانهم هيدفعوا لك كل مصاريفك وهيدوك لابتوب وهيجيبوا لك كتبك وكمان هيدوا لك مصروف تصرف منه، ولو انت في محافظه ثانيه هيجيبوا لك سكن وهتاخد تدريبات وتاهيل لسوق العمل وحاجات اكتر من كده في منحه ساويرس للتفوق اللي جاي اكلمك عنها النهارده. اهم منحه فعلا لثانويه عامه السنه دي، فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن المنحه دي وازاي تقدم وايه المطلوب وايه مميزاتها يبقى لازم دلوقتي تتاكد انك هتصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفني فأنا طارق صادق، خبرة أكتر من 5 سنين في مجال الكليات وتطوير الذات والمنح وكل حاجة أنت محتاجها الفترة اللي جاية من الآخر كطالب ثانوية عامة وداخل الكلية. والنهاردة أنا جاي أكلمك عن واحدة من أهم منح ثانوية عامة، ده لو ما كانتش أهمهم لدخول الكليات، وهي منحة ساويرس للتفوق. فتعال أول حاجة نعرف إيه المنحة دي. دي ببساطه صديقي منحه مموله بالكامل، يعني هم هيدفعوا لك كل حاجه انت محتاجها، متقدمه من شركه ساويرس للتنميه. دي بهدف ان انت لو طالب مثلا ظروفك ما تسمحلكش انك تتعلم التعليم القوي والكبير والمهم ده، بس انت شخص متفوق وكويس، تعالى واحنا نديك المنحه دي وهنشيل كل تكاليف دراستك، وموجود فيها اكتر من جامعه وبيدوك مميزات كتير جدا لسه هنتكلم عنها خلال الحلقه. ومجالات المنحه دي متنوعه جدا، عد معايا: هندسه، علوم، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسيه، التجاره، الاعلام، الحقوق، الزراعه، التمريض. السنه دي المنحه موجوده معانا في 9 مجالات مختلفه، وموجوده برضو في اكتر من جامعه. عد معايا الجامعات: جامعه عين شمس، جامعه اسكندريه، جامعه اسيوط، الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا، مدينه زويل طبعا للعلوم والتكنولوجيا ودي لوحدها الناس اصلا هتموت وتدخلها، وجامعه النيل، وجامعه مصر للمعلوميات، وجامعه الجلاله، والجامعه البريطانيه BUE، وجامعه اجوره. يعني 10 جامعات معانا في السنه دي 2026. طب ليه يا طارق المنحه دي مهمه جدا ومختلفه زي ما انت بتقول؟ قبل ما اقول لك يا صديقي، انت اصلا نزلت دعمت الفيديو ده وعملت لايك، عملت لايك، لو نسيت انزل اعمل لايك عشان تشجعني. لما بشوف اللايك بتاعك اللي ببلاش ده بتشجع وبعمل لك فيديوهات اكتر مفيده، واعمل سبسكرايب عشان المحتوى اللي جاي كله هيفيدك ان شاء الله. ولو مكمل الحلقه لغايه هنا ومركز ومصحصح معايا اكتب لي في التعليقات رقم 12 عشان اعرف مين صاحبنا المركز ومصحصح معايا لغايه هنا. المنحه يا صديقي مش مجرد ان احنا بندفع لك مصاريف الجامعه كده وخلاص، ده احنا بنشيل مصروفاتك الدراسيه بالكامل وبنديك مصاريف معيشه تقدر تصرف منها، ولو هتروح محافظه ثانيه تدرس فيها من الجامعات اللي احنا ذكرناها هنديك السكن اللي انت محتاجه، والكتب والادوات الدراسيه والمستلزمات اللي هتحتاجها برضه هنوفرها لك بشكل مجاني، وهنديك لابتوب يساعدك طول فتره الدراسه. ولو انت الانجليزي بتاعك مش قد كده هنديك كورس انجليزي محترفي جدا وقوي جدا، ولو انت طالب من ذوي الاحتياجات هنديك دعم كافي يخليك فعلا حاسس ان انت زي الفل ومش محتاج اي مساعده من اي حد. يعني من الاخر احنا مش بندفع لك فلوس، احنا بنوفر لك البيئه الكامله عشان تنجح، وده سبب المنافسه الكبير جدا على المنحه دي. وبالمناسبه انا هسيب لكم تحت عشان ما انساش الرابط بتاع التقديم للمنحه، وبرده لما تدخل هتلاقي تفاصيل ومميزات اكتر بكتير من اللي بقولها لك دلوقتي. انا بحاول هنا اجمع لك الخلاصه، التفاصيل الكبيره كلها في الرابط اللي تحت يا صديقي، بص عليه بالمره وانت تحت، ما تنساش اللايك، ها بفكرك تاني. طب يا طارق مين يقدر يقدم على المنحه دي؟ لازم تكون يا صديقي متخرج السنه دي 2026 من مدرسه حكومي، ومش هتفرق بقى علم علوم، علم رياضه، ادبي، كلكم ينفع تقدموا، ولازم تكون محقق الحد الادنى من الدرجات وده اللي هتلاقيه في الاعلان اللي انا سايبه لك تحت. وطبعا لازم تكون مصري الجنسيه وتنطبق عليك معايير الاستحقاق المالي، يعني ما تبقاش اصلا باباك بيزنس مان ومعاك فلوس وعربيات وحاجات وراح مقدم لي على المنحه. وطبعا هنشوف فيك الجوانب الشخصيه والقياديه، يعني مش شرط بس تبقى انت متفوق وجايب لي درجات كويسه، لا لازم تكون شخصيتك فعلا كويسه. فالمنحه مش بتبص على مجموعك بس، ممكن يكون مجموعك اقل من واحد جنبك مقدم عليها وانت تتقبل وهو ما يتقبلش بسبب مثلا ان انت عندك السوفت سكيلز او المهارات اللي هم محتاجينها، وده اللي انت هتلاقيه اصلا في اغلب المنح اللي بتكون نازله، بيدوروا دايما على الشخصيه القياديه والشخص التطوعي، الشخص الكويس اللي شخصيته فعلا حلوه. فهتلاقيهم بيهتموا يعرفوا هل انت شخصيه كويسه، هل شاركت قبل كده في انشطه، هل انت انسان طموح، هل عندك قدره قياديه، هل فعلا محتاج الدعم، هل انت متابع طارق صادق بقى عشان تقدر تظبط نفسك في كل الحاجات دي، عشان اتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهات عن السوفت سكيلز وازاي تكون شخصيه قياديه وتنظم وقتك وتكون الشخص اللي يتقبل في اي منحه. طب يا طارق هندرس فين؟ هتدرس يا صديقي في ال10 جامعات اللي انا لسه ذكرهم لك من شويه. هتيجي تقول لي يا طارق بس جامعه كذا دي انا شفت فيديوهات تانية وما اتكلمتش عنها. هقول لك ان ممكن تكون الفيديوهات دي قديمه لان المنحه دي بتتطور سنه بعد سنه، فتاكد يا صديقي ان الكلام ده اكيد 2026 هم ال10 جامعات اللي انا ذكرتهم لك، لان ده من المصدر الرسمي. انت لما تدخل على الرابط اللي انا سايبه لك تحت هتلاقي ان هم ما قالوش غير ال10 جامعات اللي قلت لك عليهم وبس، ومش عارف ازاي بقول لك وبس، دول 10 جامعات وكلهم احلى من بعض، الله اكبر.
نيجي بقى لجزء مهم، ايه يا طارق المستندات المطلوبه عشان اقدم على المنحه دي؟ هتحتاج يا صديقي شهاده الثانويه العامه وبيان الدرجات بتاعك، وده هتروح تجيبه من المدرسه، وهتحتاج طبعا بطاقه الرقم القومي او شهاده الميلاد، وطبعا هتحتاج شويه صور شخصيه ليك تكون كويسه يعني يا ريت، ومستندات تثبت دخل الاسره بتاعك، ومستندات تثبت دخل الاسره بتاعك عامل ايه وكام يعني من الاخر، بابا بيقبض كام، وشويه مستندات اضافيه كده كده كلها مذكوره عشان وقتك في الرابط اللي سايبه لك تحت، ادخل وهتلاقي كل التفاصيل اللي انت محتاجها، بس دي اهم الحاجات اللي لازم تجهزها دلوقتي. طب يا طارق هقدم ازاي؟ الموضوع كله يا صديقي اونلاين. بص يا صديقي كل الموضوع اونلاين، مش هتحتاج تروح ولا تيجي، وكله عن طريق نفس الرابط اللي سايبه لك تحت. هو الرابط ده هو الرابط الرسمي، ففي التفاصيل وفي المعلومات وفي التقديم وفي كل حاجه. بتدخل على الموقع وتعمل حساب خاص بيك، وبتبدا تملى البيانات بتاعتك بدقه وتركيز، وتبدا ترفع كل المستندات اللي انت جمعتها، وتراجع كويس كل حاجه انت كتبتها قبل ما تبعت. وان شاء الله لو اتقبلت في المرحله دي بتروح للمرحله الثانيه وهي مرحله المقابله الشخصيه، بيقعدوا معاك عشان يشوفوا بقى شخصيتك والحاجات اللي اتكلمنا عنها. وبس كده انت الف مبروك، انت كده قدمت. في بقى شويه غلطات بتضيع منك المنحه، تعال نتكلم عنهم. اول حاجه انك تاخر نفسك وتستنى لاخر يوم، ولسه هقول لك المنحه هتقفل امتى في اخر الفيديو، فكمل معايا للنهايه دلوقتي. انجز اوراقك والحق قدم. تاني حاجه انك تتلخبط وتكتب بيانات غلط، فتاكد ان كل حاجه مظبوطه وراجعها اكتر من مره قبل ما تبعت. تالت حاجه انك تبعت صور او اوراق او مستندات مش واضحه ومبكسله او جودتها مش كويسه. رابع حاجه انك تعتمد على معلومات من فيديوهات قديمه، لان المنحه زي ما قلت لك بتتحدث سنه بعد سنه، والفيديو ده انا جايب لك الخلاصه واحدث حاجه موجوده في السوق يعني من الاخر. وخامس غلطه انك تقدم على المنحه دي بس وتنسى تعمل التنسيق بتاعك. قبولك في المنحه دي مش هيلغي التنسيق، روح اعمل تنسيقك عادي وانت مقدم على المنحه، الاثنين بيبقوا ماشيين مع بعض، لان انا شفت ناس كتير بيتقابلوا في المنحه بعد ما الدراسه بتبدا، فما تقعدش قاعد مستنيها عشان لو لا قدر الله ما جاتلكش ما تبقاش ضيعت مستقبلك. وطبعا فيديوهات التنسيق والمراحل وازاي تقدم على الكليه وتقليل الاغتراب وكل الكلام ده والكليات وكل حاجه انت محتاجها اتكلمنا عنها وهنتكلم عنها هنا في القناه، فتاكد ان انت موجود معانا. طب يا طارق ازاي ازود فرص قبولي في المنحه؟ انك يا صديقي تركز على الاسئله اللي هتتقالك في المنحه، ما تبقاش بتحشي كده اي حاجه والسلام. يعني دايما اسال نفسك وانت بتكتب الاجابات، هل لو انا اللجنه دي اجابات تقنع؟ يعني ما يقولكش ليه عايز المنحه تقول له عشان كويسه. ابدا كلمه عن احلامك وطموحاتك ونظرتك للمنحه وهتوفر لك ايه، وابدا كده وري له حماس وقصه. تاني حاجه لو عندك اي نشاط تطوعي، حاجه شاركت فيها، ندوه رحتها، اي حاجه، ابدا حط الحاجات دي، وريهم ان انت شخص مبادر وبتروح وبتيجي. اي كورس، اي شهاده، اي حاجه شاركت فيها وديها على طول. تالت حاجه لو وصلت المقابله الشخصيه ما تروحش هناك فيك وبتتصنع وبتمثل الحاجه، خليك على طبيعتك واتكلم بجد. هم عايزين يشوفوا شخصيتك الحقيقيه وعايزين يشوفوا ثقتك في نفسك، مش واحد حافظ اجابتين وجاي يقولهم. رابع نصيحه ما تضيعش الوقت، لان خلاص المنحه دي هتقفل قريب يوم 7 اغسطس 7/8 اللي جاي الساعه 5، فانت معاك دلوقتي حوالي اسبوع، الحق نفسك بقى. ولان عارف ان هيجي اسئله كتير، تعالى اقول لك اشهر الاسئله اللي بتتقال. هل المنحه دي مضمونه لو انا مجموع عالي؟ لا، لان زي ما قلت لك الشخصيه بتاعتك هتفرق. هل التقديم في المنحه معناه خلاص ان انا عملت التنسيق بتاعي؟ لا، روح اعمل التنسيق بتاعك وقدم على المنحه مع بعض. هل المنحه دي لطلاب القاهره بس؟ لا يا صديقي، للكل، عشان كده بنقول لك لو رحت محافظه ثانيه هنوفر لك سكن. لو عندك بقى اسئله ثانيه اكتب لي تحت في التعليقات وهرد عليك. وبس كده يا صديقي اكون انا جمعت لك كل حاجه تهمك في منحه سويرس للتفوق، اهم منحه السنه دي للثانويه عامه. لو عايزين نتكلم عن منح تانية اكتب لي تحت في التعليقات، بس المهم انت انزل اعمل لايك وشجعني اكمل، لان اللايك الحلو بتاعك ده بيدعمني دايما ان انا اكمل معاكم. وانزل اعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس لان الجديد دايما مفيد. وطبعا لو كملت الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي لغايه الاخر. وكالعاده لو عندك سؤال او استفسار او حاجه عايز نعمل عنها فيديو منفصل اكتب لي في التعليقات. اتمنى في النهايه تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه، كل اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.